ازيكم اغلى واجمل متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ما تنسوش تذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده بقى جايين بفيديو من عند الطيور، يا رب ينال اعجابكم ورضاكم. حبايب قلبي، قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش بقى اللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك فضلا وليس امرا. تعالوا بقى نعمل لهم الخلطة بتاعتهم. بسم بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي اهوت، هنحط عليه بقى ميه يا جماعه كده، يعني ما نكترش في الميه عشان برضو كميه السرس. يعني احنا يا دوبك بس كده العيش وشه بس يتغطى بالميه وكده يكون كفايه عليه، لان بقى لما العيش يشرب الميه عشان نلحق ان يعني يبقى في مكان للسرس. لان ايه، مثلا لما نيجي نحط سرسه كتير فالعيش بيحمض فبيجيب لهم امراض طبعا، فاحنا لازم نقلل كميه الميه ونحط ايه مثلا كميه سرسه حلوه عشان الاكل ما يحمضش قدامهم. فنعمله يعني بذكاء كده، مش اي حاجه، فاهمين؟ ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الطيور بتتشمس اهيت. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اهو بصوا، شايفين كده يا دوبك كده بالظبط اهو، شايفين العيش بس الميه تغطي وشه كده وخلاص، كفايه كده. هنسيبه بقى 3 دقايق بالظبط العيش يشرب الميه ونحط عليه الكزب والسرس. طلعنا بقى الوز يتشمس معاه اهوت، عشان بقى ياخد على الجو كده وياخد على الطيور الكبير، عشان ان شاء الله الايام الجايه كلها هيكون هو بره. وممكن ان شاء الله كده لما يقفل الريش اطلعه في الاوضه ديت، لان الاوضه ديت يعني واسعه عليهم. اهوت زي ما انتم شايفين الكزب اهوت على العيش لسه شويه، ونحط بقى السرسه اخر حاجه. جبت لهم امبارح اهوت شكاره سرسه برضو اهيت اهي شكار. كنا امبارح مبيضين الرز وكده، كان طالع منهم شكارتين سرسه شكرات، والشكاره سبتها تحت على ما دي تخلص. بس زي ما انت شايفين برضه الديكور بتاعه اهوت، شايفه امبارح بيحوم على النتايه وبقى ينفش ريشه ما شاء الله. يعني كده خلاص دي شايفين دي علامات البلوغ عند الديك الرومي ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، ان شاء الله قريب جدا يفرحونا احلى فرحه باذن الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهوت كده بقى تمام. ونقدم لهم بقى الخلطه بتاعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بس هنا الاول الوز، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين وكده اوعى كده يا ست الحاجة، اوعي. الف هنا على قلوب كله، يلا. عذرا بقى لو الشمس بس مش منغمشه عليكم في الفيديو، عذرا بس اعذروني معلش. انا دلوقتي الظهر اهوت، العصر هيأذن الساعة 2، فالشمس حامية يعني فمنغمشه القمر. ان شاء الله ولا قوة الا بالله. اللهم اسألك من فضلك. أذن العصر يا جماعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة.
لازم بس يخلص يا جماعه وارجع لكم تاني. متنسوش بقى اللايك، واللي وصل معايا لحد هنا فانا بشكرك جدا جدا على المشاهده، يا احلى اخوات في الدنيا. حقا لا اله الا الله. كده الرز بقى الدنيا عنده تمام اهيت، عنده الاكل والبرسيم والميه نضيفت زي الفل، والحاجه دي طلعت اكلت وشربت ودخلت هرادت على البيض. يلا بقى ندخل الرز والرومي بتاعنا عشان هننزل نصلي العصر. يلا. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طالب بقى منكم يا جماعة طلب واحد بس صغنن قد كده، انتوا بايديكم تقدروا تعملوه. اطلب يا عمرو ايه هو الطلب ده؟ انكم يا جماعة لما تسمعوا ليا فيديو تسمعوا للاخر، ما حدش يسمع الفيديو اول دقيقتين بس. احنا كده لما مثلا يعني لما حد يجي يسمع الفيديو يعني يسمعوا للاخر. لو سمعوا مثلا دقيقة او دقيقتين وقفل الفيديو هو كده بيموت الفيديو يا جماعة، يعني كده بيخلي الفيديو ما يتشافش ولا حد يشوفه. فانتوا بالله عليكم يا جماعة انكم تسمعوا الفيديو للاخر، يعني بما يرضي الله بجد، يعني تسمعوا للاخر وما تفوتوش الاعلانات، تسمعوا الاعلان كله، ما حدش يتخطى الاعلان برضه، لان الاعلان برضه حلو في مكسب وكده للفيديو. فاحنا يا جماعه ما حدش يتخطى الاعلان ويسمعوا للاخر، حتى لو ظهر لك في الفيديو 5 اعلانات تسمعهم ال5 اعلانات. انا اللي بقول لك اهو، سامعين؟ الناس بقى اللي بتحبني تعمل زي ما بقول لها كده، تلاقوا لي فيديو مثلا تسمعوا للاخر، تلاقوا لي فيديو ما حدش يتخطى الاعلان يسمعوا للاخر ويكملوا. لو حتى في الفيديو 5 اعلانات تسمعوا بالله عليكم يا جماعه بما يرضي الله. وامانه في رقبتكم يوم الدين هغيب كل فيديو اقول لكم انكم تسمعوا فيديوهات الاخر حته في الفيديو، فاهمين؟ واللي بيحبني بقى يعمل كده ان شاء الله، وان شاء الله محدش هيكسفني، وكلكم ان شاء الله كده هتسمعوا الاعلانات وهتسمعوا الفيديوهات الكامل باذن الله. فيا جماعه ما حدش يسمع الفيديو اول دقيقتين بس ويفصل، لان ده غلط. وما حدش يسمع ما حدش يتخطى الاعلان عشان برضه غلط عليا. فانتوا هتسمعوا الاعلان للكامل من غير تغطيه، وهتشاهدوا الفيديو للكامل فضلا وليس امرا يا احلى اخوات في الدنيا. واللي بيحبني بقى ان شاء الله يعمل كده ومش هيكسفني. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كده قفلنا عليهم اهوت. الوز مكانه اهوت بياكل ويشرب، شايفين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. عذرا بقى لو الشمس منغمشه. اللهم بارك يا رب لي ولأمة محمد اجمعين. اللهم ارزقنا منهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. شايفين الوز بتاعنا وجماله؟ اللهم صل على النبي، الله اكبر عليه. والرومي برضو ان شاء الله يفرحنا قريب جدا باذن الله. انا واثق في ربنا خير ان شاء الله، وان شاء الله باذنك يا رب. الوز لسه بدري على الوز. الوز برضو والرومي ان شاء الله يفرحونا باذن الله، ويجعلهم كده يا رب احسن حاجه عندي على السطح، ويجعل الناس كلها بتحبه. قولوا لي بقى بتحبوا الوز ده اكتر ولا الرومي اكتر؟ في ناس هتقول لي بحب الوز ده اكتر، انا بقى من النوع اللي بحب الرومي اكتر من الوز. شايفين؟ واكتر بقى الفراخ، بحب الفراخ اكتر من الوز والرومي. قولوا لي بقى انتوا بتحبوا تسمعوا فيديوهات الحمام ولا الوز ولا الفراخ؟ قولوا لي بقى، قولوا لي كده في التعليقات. وان شاء الله برضه الناس اللي بتطلب مني صور عند الحمام، حاضر ولا يا جماعه؟ الحمام دلوقتي والله ما معهوش دلوقتي بيض ولا حاجه، مفيش جديد عند الحمام يعني. فان شاء الله بس يبيض كده ويفقس ان شاء الله نصور عنده هناك باذن الله. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يلا بقى نقفل عليهم عشان نلحق صلاه العصر. يلا استودعكم الله يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ودول برضه اهوت الدنيا عندهم فل، وبالك اهوت ومهيصين. اي خدمه يا بشوات، اي خدمه يا حضرات. تمام. ما شاء الله تبارك الرحمن. عندهم وقت الميه والاكل. وامبارح لسه كان يستلم، شايفين اهو، لسه كان امبارح وحطيت لهم جير مطفي. مش عارف بقى مبوظين الدنيا بالميه خالص. قلت في الفيديو بتاع الفيديو اللي فات يا جماعه ان انا هخلي السطح بتاعي كله عباره عن اللي اسمه ايه، اللهم صل على، عن رومي وفراخ. والبط اللي هيطلع عندنا انا هذبح البطه ديت الصغيره ديت، لانها هتتكسح، رجلها متكسحه، هي دوبك بس بتقف كده تاكل وتشرب وتنام تاني على الارض. فديت خلاص هنذبحها. والبطه ديت بتاعت خالتي هتبوظ بس كده ان شاء الله عندنا وتطلع وهديها لها باذن الله. طبعا بقى الدكه بتاعتنا هنسيبها برده مع البط ان شاء الله عشان نذبح بقى البط ده وخلاص. ومش هنربي خالص بط على السطح. والبط اللي هيطلع هتعمل فيه يا عم، البط اللي هيطلع من تحت البطايه هاخده كده ان شاء الله ابيعه في السوق واجيب بيه فراخ كتاكيت يعني، او اجيب بيه علف، فاهمين؟ احسن يعني ما اربي بط وزرزق الدنيا ميه وابوظ الصب علينا وكده، خساره يعني البط يا جماعه.
انا معاكم، قال البط حلو وكل حاجه في تربيته في كل حاجه، بس معلش انا مش هربي البط عشان يعني ده واكلني اكل كده بمعنى الكلمه، يعني الله المستعان. اللهم اسالك من فضله، واللي عنده بط عارف وحاسس باللي انا حاسه دلوقتي والله العظيم. بس كده يا حبيب قلبي، وده كده يكون الروتين بتاع النهارده. يا رب ينال اعجابكم ورضاكم. لو وصلتوا معايا لحد اخر الفيديو فانا بشكركم جدا على المشاهده. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه حلوين، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد اول باول من قناتي، قناه المربي الصغير. يلا يا حبايب قلبي، دمتم لي في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.